من الكوارث اللي بشوفها الايام دي يعني وبستغرب لها قوي. ان كمان بقى الرجاله داخلين فيها مش الزوجات بس، ان هم بيكتبوا مشاكلهم على جروبات الفيسبوك. طيب هو جروب الفيسبوك ده المسؤول عنه طبيب نفسي، اخصائي، مستشار زواجي، كوتش ريليشن شيب؟ لا. طب مين اللي بيجاوب؟ ناس بقى اللي عندها مشكلة، اللي معقدة، اللي معقد، اللي عنده أفكار معينة، اللي مستقل زيادة عن اللزوم، اللي يعني عنده حرية زيادة عن اللزوم، اللي لأ يعني بيتوتي زيادة. كل واحد بقى بتربيته ورأيه. طيب انت منتظرة أو منتظر تسمع حل من مين بالظبط؟ انت بيئتك وتربيتك وشخصيتك ايه علشان تسمع لمين؟ الخلاصة اللي بيحصل ان حضرتك وحضرتك لما بتعرضوا المشكلة على اي جروب للناس العامة كده، كل واحد بيجاوب من وجهة نظره، واللي بيحصل او النتيجة ان انتوا بتتلخبطوا اكتر. بدل ما توصلوا القرار بالعكس بتتلخبطوا اكتر. وكمان مش بس كده، ده انتوا ممكن تتأثروا بكلام حد يكون هو يعني تفكيره عكس تفكيرك او ظروفه غير ظروفك، فلما تاخد برأيه يعني المشكلة تكبر اكتر واكتر. يعني أرجوكم يعني حياتكم الزوجية مهمة جدا، لدرجة ان انتوا لما يبقى في مشكلة مش قادرين تواجهوها لوحدكم تلجأوا لمتخصص ثقة هو اللي يساعدكم، مش نطرح مشاكلنا على العامة. يا ريت.